كيف بدأت أغنى العائلات المصرية؟ رؤوف غبور لما كان عمره 8 سنين قرر والده يمنع عنه المصروف عشان كان مسرف، فرؤوف قرر بعدها ان هو يصرف على نفسه، وكان معاه وقتها 15 قرش، وراح لمحل بيبيع بسبوسة وسأل صاحب المحل يا صينية البسبوسة بكام؟ فالراجل قال له ب60 قرش، فرؤوف قال له انا هاخد منك ربع صينية، فالراجل قال له لا، يا قطعة يا الصينية كلها. فرؤوف رجع البيت وطلب من الخدام 15 قرش سلف. المهم راح اخد نص صينية البسبوسة وقطعها ل 12 قطعة، وراح النادي باعهم ب60 قرش لحد لما وصل لعمر ال 12 سنة. كان محوش وقتها 10,000 جنيه، واشتغل في تجارة العملة فترة وبقى معاه نص مليون جنيه، وترك الطب واختار ان هو يكون رجل اعمال، واصبح يمتلك اكبر شركة توكيلات للسيارات في مصر. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ كل اب يمنع عن ولاده المصروف من دلوقتي.